بعد ما صرف 5 ولا 6 سنين ملايين بل مليارات، النهارده الاسيوطي اخيرا بيحقق اول بطوله في غياب النادي الاهلي بعد اعتذاره على المشاركه في كاس مصر السنه دي عشان يقدر ياخد البطوله من الزمالك. هتقول لي ازاي ده ياخدها من زد؟ اقول لك ما هو الزمالك شارك واتبقلش وطلع من البطوله ديت فده مش ذنبي. المهم يا عم، النهارده بيحقق البطوله الاولى ليه في تاريخه بعد صرف مليارات عشان يثبت نجاح الاستثمارات اللي هتشوفوها مع الاعلام المصري اليومين الجايين وبقى وتشوف الزرط والهب. عايز اقول لك ان انت مش هتحقق اي بطوله في وجود النادي الاهلي. غبنا اخدت بطوله حلال عليك. النهارده انت بتعادل المهري والقناه والترام اللي عندهم كل فرقه بطوله. النهارده انت بتقرب للاسماعيلي والاولمبي وحرس الحدود وانبي اللي عندهم كل واحد بطولتين. انت النهارده يعني قربت نسبيا للمنافس القوي اللي معاه 3 بطولات المقاولين العرب، ولكن مش هتعرف تقرب. ما تخافش، الاهلي فوق لوحده 38 بطوله، وسيبك من الزمالك مش تبعنا. مش هتعرف تقرب للترسانه والاتحاد السكندري اصحاب 6 كاس مصر لكل فريق منهم. يعني انت قدام منك عشان تجيبني انا كاهلاوي 37 سنه تقعد تلعب وانا اقعد في البيت ما العبش واتفرج عليك يا بطاطس. بقول لك يا عبد الله السعيد، شوف لك خرابه نام فيها، عشان انت لما مشيت من النادي اخد بطوله، لما رحت الزمالك فقرته.